بالرغم من انه قطر هي اللي دارت لنا الربيع العربي، حبت تديروا في الجزائر. وتبون شخصيا وسخشيا قال باللي دويلة حبت تشعل لنا النار هنا يقصد في قطر. ولا نسيتوا التاريخ؟ تبون كان يهضر على قطر كي قال لهم واحد ومدلسي الله يرحمه الدوس مع حمد بن جاسم وزير الخارجيه القطري في اجتماع رسمي في القاهره، دوسوا وقالوا الدور القادم عليكم. الدور تاع قطر قالها المدلسي وزير الخارجيه، قالوا الدور القادم الله يرحمه، قالوا الدور القادم عليكم، رانا جايين نشرحوكم البنطلون. قالها له هدوا نعم، هذا الكلام موثق. وتبون قالها، قال دويلة كانت تقول وكذا وخديجه بن قال الله لا يردك تحوسوا يشعلون النار وكذا. ثم انقلبت الايه واصبحت قطر من اعز الاصدقاء وحبابنا مليح، والامارات ولات مش مليحه. وش علاش؟ لانه اردوغان اراد. اردوغان قال لا ما تخلطوش في قطر هذيك تاعنا، انا نظام فيها راي في جيبي ما نخلطوش، روحوا الامارات تكاتفوا معها. غدوه لو كان اردوغان يصفي حساباته مع الامارات وريقل اموره يقولنا خلاص ما تزيدوش ديروا، ما تقولوش امارات دويله، لا قولوا حضاره وناطحات السحاب وبرج الخليفه وكبروا بالصوت. شنو علاش انا مانيش حاب هذا الرب تاع المسخره هذا تاع اللي تلعبوا بينا؟ لاني متاكد انه مش صحيح ما يحدث. هذا تشعال النار يدير فيه اردوغان وجماعته. احنا مشكلتنا مع فرنسا ماهيش من اليوم وماهيش على رب الجماجم، استقرا يا ربي. احنا مشكلتنا مع فرنسا من 1830 عندنا مشكل معاهم فرنسا قبل ما يزيد هذا سي زكري تاع اردوغان وجماعته. لو كان يجي اردوغان يقول لي بلي فرنسا عدو، يعني ما يبقى سبب لي عدو، تجي توريني تاع عدو، تجي دوكا تقريني تقول لي فرنسا عدو ودات لنا جماجم بوبغله ودات لنا وقتلونا العربي بالهيدي عذبوه وسلخوه، هذه على بالها بربها سيدي، على بالها مش توري صلاحيز. يعني انا كجزائري ما على باليش بلي فرنسا كلبه بنت الكلبه تسواش بصله وكانت مستعمرتنا 132 سنه، ايه على بالنا. بصح ما تجيش تجذب القضيه تاعي، ما تجيش تاكل الشوك فمي. فرنسا كلبه بنت الكلب ما تسواش بصله، لكن الان عندي مصالح معاها، هما عندهم مصالح معانا، نعم احنا ثاني عندنا مصالح معاهم. لو كان كل ما يوجعك راسك كذا فرنسا يا الجماجم عطونا الجماجم بعدني الجماجم تاع بوبغله وراه، يا ربي احنا تقولوا سيدي ابنك عطيني الجماجم تاع بوبغله، واحنا ملف في الذاكره تاعنا ما نساوش الجماجم تاع بوبغله. يا ربي الجماجم تاع بوبغله عندهم 1555 سنه، يا ربي هضري على اليوم احنا نهضروا على البطاطا واللوبيا والعدس واش دخل الجماجم يكون عاقل. واحد يقول لي ديرها هي يا ربي على بالنا بلي كاين جماجم في فرنسا ندوهم بال 130 سنه 132 سنه مازال ما ديناهمش، زايد الاستقلال 70 سنه مازال ما ديناش، وتحوسني درك 24 ساعه تدير الجماجم تاع بوبغله كما قال المصري حبكت نفعت لك درك تدير الجماجم تاع بوبغله. يا سيدي دير الجماجم تاع بوجاجه هما الاولين وبعد تروح لبوبغله. احنا حاصلين في بوجاجه مش سمير انا خطيك نهضروا يعني على الميزان. من تركيا ربحنا الشر، اعطوني حاجه فيها فايده جاتنا من تركيا، اعطوني خير جانا من تركيا. السكنات مغشوشه، كل المشاريع التركيه مغشوشه. ملعب تيزي وزو فتح تحقيق في الغش، ملعب الدويره فتح تحقيق في الغش، هذو السكنات تاع تركيا، بلاد تركيا. السكنات نتاع المدينه المعالمه وغيرها كلها صناعات ومشاريع تركيه، كلها مغشوشه ومطافيكيه. توسيالي يهرب في الملايير للخارج، ملايير يهرب فيها للخارج على ظهر الدوله الجزائريه. القماش يصدروا فيه لتركيا ومن تركيا لاسرائيل وما رابحين حتى حاجه. ملابس داخليه كاسو ماناش رابحينه بالتسعير، ماناش رابحين من تركيا حتى شيء. وش ندو احنا من تركيا؟ المهلوسات، المخدرات اللي تجينا من ادلب سوريا عن طريق تركيا، تضرب من ادلب لاسطنبول حوالي 1000 او 1500 كيلومتر مسافه. ما كان براج في الطريق، ما كان بوليسيه، ما كان جدرميه، ما كان عسكر، ما كان شناطيه، ما كان والو. توصل الشكاره مخيطه من ادلب السوريه حتى لاسطنبول، توصل مريكا، ومن اسطنبول يرفدوها الى الصحراء الليبيه ويرموها في الصحراء، ومن ليبيا تدخلنا عن طريق الصحراء. هل مالي والنيجر يخدموا المهلوسات؟ لا، مالي والنيجر ما يخدموش مهلوسات. احنا منين تجينا المهلوسات؟ تجينا يا اما من واد سوف يا اما من الصحراء الى زيجانات وكذا وديك الحدود عين قزام والتماسك، يعني الحدود الليبيه او الشمال جهه واد سوف، يعني تدخل من ليبيا. المخدرات هذه الملايين 3 ملايين قرص و200 قرص و2000 قرص وكذا وكذا تدخلنا من ليبيا. وكاين كميات اخرى تدخلنا من المطار، منين جايه من اسطنبول في الشوارع داخله في اللبسه وكذا يلقاو 2000 3000 4000 5000 مهلوسات.
هذه المهلوسات الكاشيات يجونا من تركيا. تركيا تبعث لنا المهلوسات والمخدرات، وتزيد تعاوننا بحاجه مليحه هائله، طائرات بدون طيار تمرمدنا وتبهدلنا. هذا واش راه كاين تركيا، طائرات بدون طيار تمرمد في ولادنا تقتل فيهم، وفي العزل المساكن تاع الازواج، او المهلوسات تسكر فينا، تقتل فينا وتسكر فينا. هذا واش البال. شفتوا علاش نقول لكم لا داعي لركوب البرداعي؟ اذا عندكم ادله واثباتات يا بغالي ويا جماعه في التلفزيون وغيره انه هذا الدويله الامارات وهذا الحفاة الرعاة ظلمونا، اثبتوا لنا، اعطونا اثبات وخلونا نسبوهم معاكم. حنا نعرفوا نسبوا، انا متخصص في السب. سعيد بن زدير متخصص في علم الشتم والسب والتطياح السبربوحي، انا خبير في السبربوحي. والاماراتيين نعرف واش نسبهم، نعرف حتى الجمل اللي ما يعجبوهمش. بينوا لي برك، وروا لي طريق، قولوا لي ها واش راهم دايركم وطلقوا لي عليهم. انا بصح اذا كان دايرين في بالكم باللي تؤمروني قال بزير ادخل معنا في الصف، نقول لكم لا، انا مانيش احمد حفصي المباشر، نقول لك احمد حفصي لانك انت ماكش مقتنع. واذا كنت راجل وعندك دليل يا احمد حفصي اتصل بيا، ابعث لي في الخاص، قول لي يا السعيد واش كاين واش كاين، ونعتذر منك امام الشعب الجزائري. نعتذر منكم ونقول لك سمح لي انا كنت غلط. اي طحان فيكم اللي كان مخير فيكم، سواء في الزريبه الفوق او عند جريندايزر او عند بغالي او عند حفصي او عند غيره، المخير فيكم يتصل بيا برساله ولو مجهوله ويعطيني اثبات على تورط اي جهه اماراتيه رسميه ضد الجزائر. اعطوني اثبات وخلوني انا ندخل معاهم في حرب وحدي، ندخل في حرب وحدي، ما نحتاج حتى واحد. بصح باش تحوسوا ترضيوا اردوغان امير المؤمنين ياكل الشوك فمي، انا لا، ما نقبلش. الازمه ما بين الجزائر وفرنسا كان بالامكان حلها في اطارها المحترم رفيع المستوى، في اطارها الدبلوماسي، في اطارها الرسمي. لانه سمعنا في وقت سابق ان الرئيس، يعني سمعناها ان الرئيس كلف وزير الخارجيه احمد عطاف بمتابعه الازمه او الملف مع فرنسا. استبشرنا خير بعد زياره المستشاره الفرنسيه، مستشاره الرئيس الفرنسي، وبعدها مباشره زياره وزير الخارجيه الفرنسي. قلنا الحمد لله تحلت الازمه، والان الصراع مهما يكون يبقى في اطار رسمي ما بين وزراء الخارجيه، ما بين المستشارين، ما بين كبار المسؤولين، والامر في يد المعنيين بالامر، ونخرجوا من هذا. بعدها بايام، يومين 3 ايام، يزيد يتفجر الوضع، وتتلقف الزريبه نعم، تتلقف الموضوع والملف، وتبدا تطلق لنا في النتانه نتاعها والروض. يبداو يروثوا علينا البقر، حاشاكم البغوله، يبداو يروثوا علينا، تلقونا في المقالات والبيانات الخامجه وكذا، وزادوا عفنوا الوضع. ونصحناهم، قلنا لهم يا ودي عيب عليكم، خلوا الامر للاخصائيين، خلوا الامر للدبلوماسيين، خلوا الامر للامنيين. عندنا وزاره خارجيه وعندنا مخابرات خارجيه، خلوا الامر ليهم. المخابرات الخارجيه الجزائريه مع المخابرات الخارجيه الفرنسيه، المخابرات الداخليه الجزائريه مع المخابرات الداخليه الجزائريه، والدبلوماسيه الجزائريه مع الدبلوماسيه الفرنسيه. ارفعوا المستوى، ما تخلوش النقاش هذا في الفيسبوك والهايشر والنتانه والوسخ، عيب عليكم. للاسف الشديد بفعل فاعل، كي نقول فاعل ماهوش في سوق الحراش ولا في السمار، لا، بفعل فاعل في اعلى هرم السلطه، قال لا مدوه النتانه، مدوه البغالي وجماعته، مدوه الجماعه نتاع الاخر، وخلي القيطه تعمل عيطه. ودخلنا في معمعه لا اول وليس لها اخر. والخاسر الاكبر نعاود نقولها، هو المواطن الجزائري، خاصه المغترب ليزيميغري.